السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مرق مكعبات. عبارة عن عندي مصورتين بجيبهم من الجزار، تمنهم زاهد جدا. عندي مجموعة من التوابل وهي حوالي 3 أو 4 ورقات من اللورة، زائد 4 فصوص حبهان، ربع معلقة كزبرة، ربع معلقة فلفل أسود، ربع معلقة من البهارات المشكلة عندي، وعندي حوالي نص معلقة من الملح. عندي الخضار بتاعي عبارة عن طماطماية اسمها نصين، وبصلاية واحدة خضرة، عندي كمان بصلاية تانية مقطعة كبير، وعندي 3 جزرات صغيرين، وعندي فصين كبار من التوم مفروم او صحيح مش هتفرق، لان كل الخضار ده هيتهري معايا ويطيب وهيضرب في الخلاط، فمش هيبان اي اثر ليه يعني. عندي هنا ربطة من الكزبرة وربطة بقدونس وربطة شبت، غسلتهم كويس وصفيتهم من المية، برضو مش هقطعهم، كل حاجة هحطها صحيحة عندي زي ما هي، او لو قطعتها يبقى تقطيع بسيط. همسك كل المكونات دي عندي واحطها مع المصورتين دول، واحطها في الحلة البريستو. لازم يا جماعة حلة بريستو عشان تحتفظ لي بكمية السوائل اللي موجودة، واحط عليها 1 لتر من المية وهسيبها تغلي. اول ما تبدأ تغلي هغطي عليها الحلة كويس وهسيبها لغاية ما تستوي معايا. هي ممكن بتقعد على نار متوسطة من 1:30 لساعتين، بس الافضل ان احنا نسيبها ساعتين. هنغطي عليها ونسيبها ساعتين وهنشوف هنعمل ايه. هنا بعد ما سبت الحلة عندي على النار ساعتين، بعد كده طفيت عليها وسبتها لما تبرد خالص، فتحت عليها الحلة زي ما احنا شايفين كل الخضار عندي مستوي جدا، وبرضو المواسير، بس طبعا العظم ما زال زي ما هو. هبدأ اخد كل المكونات دي عندي واضربها مع بعض في الخلاط. بشيل بس ورق اللورو لانه مش هيتضرب معايا، لكن كل المكونات بضربها مع بعض في الخلاط. وهنا الطريقة الحاجات بتاع المواسير ده بمعلقة، وبحوش كل الحاجات اللي في المواسير وبحطها في طبق، لان ده كله هضربه عندي مع الخضار. بحوش كل الحاجات دي تديني طعم مكعبات المرقة اللذيذة زي ما احنا شايفين كده. بشيل كل الحاجات اللي بتبقى على المواسير. وعلى فكرة يا جماعة المواسير دي يعني تمنها رخيص جدا، وفي نفس الوقت بتديني طعم وقيمة غذائية كويسة. اهو زي ما احنا شايفين بشيل كل الحاجات اللي من بره، وكمان هشيل الحاجات اللي من جوه بمعلقة عندي عادية. بتأكد شلت كل الحاجات اللي من بره كويس على اساس ان انا استفيد من كل الحاجات اللي موجودة. وهنا انا بفتح العظمة وبطلع كل اللي جواها، وعلى فكرة فتحها بيكون سهل زي ما احنا شايفين كده، مجرد ان انا بضغط عليها ضغطة خفيفة بتتفتح معايا من جوه وبطلع كل الحاجات اللي جواها. انا حبيت اوضح لكم الطريقة عشان نعرف ايه اللي انا باخده من المواسير او العظم. الفكرة المواسير دي في ناس بتستخدمها للشعر، يعني مش حاجة قرف او حاجة، دي حاجة لها قيمة غذائية عالية ولها فوائد كتيرة. وزي ما احنا شايفين كده بعمل كل الكمية عندي بنفس الطريقة لغاية ما تستفاد او ياخد كل الحاجات اللي موجودة عندي في الثنايا هنا ومن الداخل. بجمعه كله في طبق زي ما احنا شايفين، وهضيف الطبق ده عندي هضيفه على كل الخضار
اللي في الحلة بالمية برضو اللي هي بقت شوربة، بضيف كل ده مع بعض. بعد ما ضربت الكلام ده في الخلاط كويس جدا في نفس الحلة، لان انا بحب لما اعمل اي حاجة ان انا استفاد من او اقلل من المواعين، في نفس الحلة شطفتها كده شطفة بسيطة، حطيت فيها معلقتين من الزبدة او معلقة من الزبدة اسفل، بحط عليها معلقة واحدة كبيرة من الدقيق، وهقلبهم كويس. اول ما يبدأ عندي الدقيق يحمر مع الزبدة بالشكل ده، هنزل عليه بالخليط اللي انا ضربته في الخلاط عندي، وبعد كده بمضرب يدوي ببدأ اقلب كل المكونات دي. وانا بضرب بضيف عندي ربع معلقة من كل التوابل اللي انا حطيتها، يعني بضيف ربع معلقة من الفلفل الاسود، وربع معلقة كزبرة، وربع معلقة من البهارات المشكلة، وبدوق واشوف ان كان الموضوع الخليط بتاعي محتاج ملح بضيف له، ان كنت كده استكفيت من نسبة الملح خلاص مش بضيف عندي اي ملح. بقلب الخليط ده كويس لغاية ما احس ان القوام بتاعه بقي تقيل معايا وبدأ يغلي معايا زي ما احنا شايفين. اول ما القوام بتاعي بيتقل معايا بيبقى شبه كده البشاميل. وعلى فكرة يا جماعة دي لحمة وفي نفس الوقت خضار، يعني 2 في 1، احسن 100,000 مرة من اي مكعبات جاهزة، لان حواليها كلام كتير. واي شيء تعملي في بيتك بايدك احسن من اي حاجة برا مهما كانت، حتى لو مش مكتوب ان هي لها اضرار يعني. اهو بعد ما قلبت الخليط زي ما احنا شايفين، هكون مجهزة عندي مكعبات التلج بتاع الفريزر، اكون غسلاها ومنشفاها كويس، وهبدأ اصب عندي الخليط بتاعي في المكعبات دي. بحط حوالي في كل مكعب منهم حوالي معلقتين كبار. هنا الخليط عمل عندي المكعبين الكبار دول، وكمان عمل عندي طبق. هاخد الكلام ده وهدخل بيه عندي في الفريزر، واول ما يجمد عندي الطبق ده بقطعه مكعبات وبحتفظ بيه في علبة تلاجة. وممكن كمان المكعبات دي بعد ما تجمد احتفظ بيها عندي في علبة تلاجة او في كيس، واخد منه وقت الاستخدام. طعمه هيبقى جميل جدا في اي، سواء في طبق شوربة او في رز او في مكرونة او اي حاجة انت هتستخدميها عندك. احط الكلام ده في الفريزر وهسيبه لما يجمد، وبعد في علبة تلاجة. هنا يا جماعة بعد ما مكعبات مرقة اللحمة جمدت معايا، ده بيكون شكلها وطعمها بيبقى لذيذ جدا، وفي نفس الوقت صحي وعمل وصنع ايدك وصنع بيتك، وان شاء الله تنول اعجابكم. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.